السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا كلكم بألف خير. النهارده ان شاء الله هنعمل فيديو حلو قوي. احنا بقالنا كتير ما عملناهوش، عملناه من فترة. هنعمل ان شاء الله فطير مشلتت مش في الفرن، عشان الدنيا حر ومش عايزين نفتح الفرن ومش طايقينه. ان شاء الله هنعمله على البوتاجاز من فوق، ويمكن يكون احسن من اللي احنا بنعمله في الفرن. على الاقل البوتاجاز من فوق بيطري الفطير وبيخليه زي العسل. مقادير بسيطة جدا يا حبايبي، هنعمل بيها فطيرتين حلوين كده زيكم. يلا بينا نشوف المقادير. هنا يا حبايبي في البولة دي كيلو دقيق. اللي عايز كمية أقل من كده، عايز فطيرة، عايز فطيرتين وسط، يعمل نص كيلو دقيق. أنا هعمل الكيلو دقيق، هشوف هيطلعوا كام فطيرة. هنا معايا سمنة، دي عشان التوريق هنخليها هنا على جنب. عندي ملح وعندي معلقتين سكر. السكر ده بيكرمل وش الفطيرة، بيخليها كده ايه حلوة. هنحط معلقتين السكر اهو على الدقيق. تمام تمام. وهناخد الملح، هناخد معلقة صغيرة اهو، دول في حدود معلقة صغيرة. ماشي يا حبايبي، فطير مشلتت من فوق البوتاجاز النهاردة ان شاء الله. نقلب بقى الملح والسكر على الدقيق ونخلطهم كده ببعض خلطة حلوة كده. ومعايا المية بدفيها سنة، انا بس بدفيها مش عاوزاها سخنة كده. خلاص نحط مية على قد العجينة ما تلم يا حبايبي. يعني احنا ما نحطش الميه مره واحده، هم تقريبا 3 كوبايات ميه، بس احنا مش هنحط مره واحده عشان طبعا العجينه ما تبقاش طريه خالص مننا. طبعا كل ما تلاقي دقيق تدي العجينه ايه حبه ميه تاني. طبعا في دقيق من تحت ناخده عشان ايه نعجنه برده مع اللي فوق. فلما تحس ان في حبه دقيق تحت تديهم برده حبه ميه وتاخديهم مع العجن. الفطير يا حبايبي مقاديره سهله جدا. معلقه ملح، معلقتين سكر، مش عايزه سكر مفيش مشكله. هي عامه يعني ايه، اللي مش عايزها خلاص ملوش رغبه في السكر خلاص. وكده كده الفطير يبقى حلو بالسكر ومن غير السكر. انا عجينه 5 دقايق يا حبايبي عشان ما اطولش عليكم الفيديو. انا طلعت العجينه يا حبايبي من البوله ماشي، وبديها ايه عجن بره. بديها بس ايه تسنيم الدقيق كده اهو، عشان ايه عجينه شويه حلوين. عشان كنا بنخدم عجينه الفطير بمعنى الاصح، بنخدم العجين بتاع المخبوزات بيدينا نتيجه حلوه. فدي عجينه الفطير عايزين ايه نديها حبه كده حلوين، نفضل نضرب فيها كده اهي. بصوا حبايبي بقى، انا كده ايه عجنتها شويه، فانا هقرصها من غير سمنه، يعني مش هحط عليها سمنه ولا زيت، وهفردها على الدقيق. تمام. بس بعد ما افردها على الدقيق يعني هديها السمنه من جوه، مش السمنه مش هفرد بيها، لا السمنه اخر حاجه، التاتش اخر حاجه. اول حاجه نعمل كده ايه، نجيب دقيق ونحطه هنا اهو، وعلى حسب الفطيره اللي انت عايزاها قطعي الكوره بتاعتك. ماشي يا حلوين اهو. هنحطها كده زي ما انتم شايفين كده، وهنسيبها ترتاح تقريبا كده 10 دقايق. 10 دقايق عشان الفطير لما بيرتاح بيفرد معايا وانا بعمله بالمردنه وما يردش تاني، وكمان عشان ما يتعبكيش وانت بتفرديه اهو. تمام. انا اقطعهم كلهم كده حبايبي خلاص، واسيبهم بقى يرتاحوا 10 دقايق، وهرجع لكم بقى واحنا بايه بنفرد الفطير الجميل دوت اهو. تمام. هعمل كله بالطريقه دي واسيبهم اغطيهم واسيبهم 10 دقايق. خلاص حبايبي ادي الفطير انا قرصته بقاله 10 دقايق. تمام. في هنا صينيه عملت 6 كور،
وصينيه عملت 5 كور. كل كورتين هعملهم دي فطيره واحده، يعني ادي فطيره، الاتنين دول فطيره، هنا فطيرتين، او التالتة دي هحطها فيهم لان في واحده فردي، فهي دي فطيره، ادي 2، ادي 3، ادي 4، ادي 5. تمام؟ يعني كل كورتين فطيره، بس في واحده طلعت زياده فهعمل 3 كور احطها ايه معاهم، يبقى 3 كور فطيره. دلوقتي يا حبايبي اول حاجه اللي انا هعملها هاخد بسم الله، هاخد واحده كده وانا هفرد على دقيق زي ما قلت لكم، مش هفرد على زيت ولا سمنه. تمام؟ النهارده الفطير بتاعي سهل ويختلف خالص عن كل مره اهو. بس ركزوا معايا بقى في الطريقه، ولا تفردي بزيت ولا تفردي بسمنه ولا تتعبي نفسك يا قمر، زي ما انا اعملها كده هتسهلي على نفسك. انا هعمل لكم اول واحده يعني كورتين، او واحده يعني كورتين، هعملها لكم بطريقه سهله جدا 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 غير كل مره، ومن سهولته باذن الله مش هتبطلوا تعملوا الفطير ده. وايه وجماله بقى ايه، ان احنا هنعمله فوق البوتاجاز، فوق البوتاجاز يعني بقى ولا فرن، الدنيا حر وبعدين مش طايقين بقى بيسخن الشقه والكلام ده زي ما انتم فاهمين. هشوف في العجينه لما ارتاحت ما شاء الله بتفرق ايه. انا مش عايزه اتعافى عليها عشان انا باخدها ايه واحده واحده كده، احنا ما وراناش حاجه. بصوا يا حبايبي، هنا السمنه دي اللي هورق بيها. تمام؟ هستخدم سمنه بس النهارده، سمنه للتوريق يعني، والزيت دوت هفرشه في الارضيه بتاعه الفطير وهوريكم ازاي. يبقى احنا كده ايه فردنا واحده وهي حلوين، ماشي مش مشكله، نكمل الفرد بتاعها اهو. يا جماله يا جماله، بس احنا مش عايزين ايه بقى ايه نرفعها قوي، بس اهم شيء الدقيق اللي ايه نفرد عليه الفطيره. شايفين كنا بنعمل كده بنكبرها، بتبقى بصراحه جماله جماله يا جماله، حركاتك يا تركاتك يا عمنا الشيف. سوري يا حبايبي. بس كده خلاص. بصوا بقى نعمل ايه يا حلوين، احنا كده ايه فردنا واحده، مش لازم ترققيها قوي لان كده كده لسه ايه في تركه تانيه. ادي السمنه اهي، ونحط ايه الفرشه كده جواها. بصوا يا حلوين اهو كده بقى، ان احنا بنورق الفطير بنورقه بالسمنه، انا هعمله بسمنه بس النهارده. وبرده اي نوع سمنه يا قمر، اي نوع سمنه اهو. ايه رايكم؟ سهل مفيهوش اي حاجه، فردنا وحطينا السمنه، وهقول لكم بقى الخطوه السهله بقى اللي بعد كده كلنا نعملها، نقدر كلنا نعملها، مفيش حاجه تبقى صعبه علينا كده خلاص. بصوا بقى نعمل ايه اهو، بصوا اهو يا جماله يا جماله يا جماله. نعمل فتحات كده زي ما انتم شايفين كده، ماشي يا حلوين اهو. نجيب دي كده اهو، ودي عليها كده. تمام؟ حط حته ايه سمنه، ودي كده، ودي عليها كده اهو، ودي كده، ودي عليها، واللي طلع نقوم حاطينه كده من تحت. بصوا يا حبايبي اهو، بس كده خلاص. ادي فطيرتي اهي، واقوم حاطاها على جنب كده. تمام؟ ما فيهاش حاجه كده. ناخد واحده بقى كمان، يبقى احنا كده دي نص فطيره، دي نص فطيره، بقيت اهي. يلا بينا اهو يا حلوين، عايزين ما فيهوش حاجه. بصوا حبايبي بقى، التانية دي انا فردتها ايه بالطول اهي، عملت واحده مدوره والتانية فردتها بالطول. تمام؟ ونفس القطعات اللي انا قطعتها فيها هعملها اهو. بصوا يا حبايبي بقى اهو، ادي واحده من هنا، واحده من هنا، اتنين كده قصاد بعض، شايفين اهو.
عايزه تعملي الاتنين بالطول مفيش اي مشكله. اهو شايفين يا حبايبي اهو. حلو كده، حلو كده. اللي احنا بقى عملناها اهي. هناخد بقى يا حبايبي بصوا ايه السمنه كده زي ما عملنا في التانيه اهي. بصوا السمنه، هي السمنه دي بقى التوريق اهو يا حبايبي. اظن كده سهل ما فيهوش اي حاجه. احط السمنه والم على طول. يا جماله يا جماله. افرد دي كده اهو. ماشي يا حلوين. بس كده. يعني انا عملت واحده اهي ديت خليتها مدوره الاولى، والتانيه فردتها خليتها بالطول، ونفس القطعات اللي عملتها هنا عملتها برضو. هاخد بقى الاولى اقوم حطاها كده. بصوا يا حلوين اهو. احطها كده واقوم جايبه الطرف ده كده عليها. حلو. واقوم جايبه دي كده واجيب دي كده اهي مفيهاش حاجه، واقوم قلبها كده. بصوا اهو. واقوم جايبه دي كده عليها واجيب دي عليها. تمام. وهقلبها كده. ايه الجمال ده واجيب دي كده واجيب دي كده. بصوا اهي. واغطي فترتي حلو قوي زي ما انتم شايفين. الحتت اللي باينه كده اغطيها، اللي طالعه دي اقوم مغطيها الفطيره. اقوم عامله ايه بقى اهو اهو فطيرتي اهي. بصوا بقى الفطيره اهي. اقوم جايبه طبق كده واحط فيه حبه زيت. تمام يا حلوين اهو اهو. واقوم جايبه فطيرتي وحطاها فيه اهي. ادي الفطيره بتاعتي اللي انا عملتها بكل سهوله. تمام يا حبايبي اهو. واديها ايه رشه سمنه كده من فوق عشان تبقى يا جماله. بس كده اهو. الفطيره دي بقى هتتساب، يعني اسيبها حوالي ربع ساعه. كل الفطاير هعملها واسيبهم يرتاحوا ربع ساعه حبايبي. كل الكميه هعملها ايه بالطريقه ديت. ماشي. وبعد كده اسيبهم يرتاحوا ونيجي نفرد الفطير ونعمله على الصينيه من فوق. خلصت يا حبايبي الفطيره اهوت. وزي ما عملت اول واحده قدامكم عملت الخمسه دولت. تمام. دي طلعت الفردانيه طلعت فطيره واحده بس. ما رضيتش احطها مع الاثنين التانيين عشان طلعوا كبار بصراحه، فقلت خليها فطيره صغيره كده. دي اول واحده اهي. سبت كل ده يرتاح تقريبا نص ساعه. قلت عشان ايه لما اجي افرده كده اهو يورق ويبقى حلو ما يلمش تاني ايه في الصينيه. تمام. ادي واحده بسم الله ما شاء الله. 2 3 ادي 4 5 والصغنطوطه الكوتوكوتو دي ايه 6. يلا بينا بقى حبايبي. احنا طبعا الفطيره دي ارتاحت نعملها بقى كده. بصوا شايفين اهو. شوف بقى اما نفردها. بصوا بتفرد بكل سهوله اهي اهي يا حلوين. احنا عايزينها برضو ايه ما نرفعهاش قوي عشان تبقى فطيره كده محمله وحلوه اهي. شايفين كل ما تريحي الفطير بتاعك يفرد يا قمر يبقى بصوا فطير عسل عسل عسل. وهنعمله من فوق البوتاجاز اهو بكل سهوله. يا جماله يا جماله. لا انا زعلانه منكم النهارده ما حدش قال يا جماله. سايبين انا اقول يا جماله. ماشي. يلا بينا بقى على البوتاجاز. ادي يا حبايبي حاطه صينيه اهي. صينيه على نار هاديه فوق البوتاجاز يبقى النار هاديه. ونحط لها بقى ايه معلقه سمنه كده. في البوتاجاز يا حبايبي في الفرن يبقى النار عاليه. تمام. على البوتاجاز هنا من فوق تبقى النار هاديه. ناخد الفطيره بتاعتنا كده. بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. يا حبايبي بصوا نفردها على ايدينا بالراحه كده اهو. شايفين. يلا بينا ونفردها بالراحه كده اهو زي ما انتم شايفين كده حبايبي. انا بسويها بايديا. تمام. وهجيب بقى ايه غطا حله واغطيها اهو. واول ما تاخد اللون من تحت اقوم قلبها على الوش اللي من فوق اقلبها وتاخد اللون التاني وبعد كده نطلعها.
بصوا حبايبي، انا عايزه بقى نكشف على الفطيره ونشوفها. هي دلوقتي ليها ايه 3 دقايق. بسم الله. الله الله الله. بصوا حبايبي شايفين؟ بصوا ملت هوا ازاي. بصوا قبت وملت هوا اهي. بصوا ما شاء الله. هي لسه ما احمرتش من تحت، انا اغطي عليها تاني. نقلب بقى حبايبي، نقلب الفطيره. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماله يا جماله. الله الله الله. تاخد وش حبايبي وبعد كده اطلعها. نشيل بقى حبايبي، نشيل الفطيره بتاعتنا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. يا جماله يا جماله. ايه ده؟ ايه الطعامه دي؟ ايه رايكم؟ هناخد بقى حبايبي بقى واحده تانيه. بصوا هناخد بقى واحده تانيه ونقوم حاطينها في صينيه، بس الصينيه تكون ايه بقى بارده عشان نقدر نسيطر على الفطيره واحنا بنحطها. واحنا بنحطها بايدينا كده نقدر ايه نعدلها. انما طبعا لما انا عملتها بططتها كده بره فحسيت انها اتعوجت في الطاسه او في الصينيه، فنعملها كده. بصوا حبايبي اهو زي ما انتم شايفين اهو. تمام. بس كده. وهشيل التانية. انا كده حبايبي حطيتها خلاص اهو. ماشي. وهغطيها بقى برضو ايه، حطيتها في الصينيه كده وهغطيها زي ما غطيت الاولى اهو. ماشي حبايبي. ودي اللي انا طلعتها. بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين. هجيب فوطه نضيفه كده اهي واقوم مغطياها عشان الفطير بتاعي كل اللي بيطلع يطلع ايه، يفضل طري لحد اخر واحده. فوطه كده واقوم مغطياها لحد ما اجمع كل الفطير يا حبايبي واوريه لكم كله مره واحده. دلوقتي انا حطيت ديت بقى، اجي اقلبها على الوش التاني هوريها لكم. نطلع حبايبي بقى الفطيره. يلا بينا. بسم الله. بسم الله ما شاء الله. اهو يا حبايبي شايفين الجمال؟ ايه رايكم؟ شايفين شكل الفطير عامل ازاي؟ بصوا الفطير. بسم الله ما شاء الله. هعمل الاثنين التانيين بقى حبايبي وهرجع لكم لما اخلصهم. ادي الفطير يا حلوين، خلصتهم على النار اهوت وعملت الخمسه. عايزه اقول لكم الريحه بقى والفطيره بصوا عامله ازاي. بصوا الفطيره بصوا طريه ازاي ما شاء الله. يعني بصوا يا جماعه فطير مشلتت. عايزه اقول لكم فطير مشلتت اصلي يعني بقى، ولا فرن ولا بوتاجاز ولا فرن حطب زي حبايبنا في الارياف. من فوق البوتاجاز عملنا الفطير المشلتت. ودي الصغنونه الكوتو دي اهي. بصوا بقى الفطير بقى، عايزه اقول لكم يا جماله يا جماله يا جماله. ودي بقى لسه طالعه سخنه فحفحه وموحوحه. عايزه بقى اقطع لكم منها وتشوفوا الجمال. دي الفطيره الكوتو سخنه والله برضو اهي. والله دي اخر واحده طالعه، بس بقى من جوه يا جمالها اهي. بصوا حبايبي التوريقات. بصوا شايفين اهي. بصوا التوريقات بتاعت الفطير. تعالوا لكم واحده كبيره كمان. عايزه واحده بارده. اهو دي بارده شويه. بصوا فطير طري فطير يعني. بصوا كانكم جايبينه من الفلاحين، والله كأن جاي لكم هديه من الفلاحين. نقطع واحده كبيره. يا جماله يا جماله، يا حركاته يا تركاته يا مشلتتاته. دلوقتي بقى انا هغني له يا مشلتتاته. بصوا حبايبي شايفين؟ بصوا التوريقه. التوريقه عامله ازاي من جوه. بصوا اهو فوق البوتاجاز اهو يا حبايبي قدامكم والله اهو. شوف التوريقه قد ايه من جوه اهي، باينه اهي. توريقه واحده بوحدتها، ولا معجن ولا اي حاجه، سوا فاخر من الاخر. يا رب يعجبكم يا حبايبي الفطير اللي احنا عملناه بطريقه سهله كده قدامكم اهو. طلعوا 5 فطيرات وواحده صغيره من كيلو دقيق يعني. بصوا حاجه تحفه تحفه تحفه. ايه رايكم يا حلوين؟ اتمنى يا رب اللي عجبه فطير المشلتت الحلو دوت الطري الجميل ده اهو شايفين، يعمل لنا اللايك بقى على الفيديو ده. واللي لسه ما اشتركش في القناه يا حبايب قلبي يعمل اشتراك
ما تنسوش بقى تدوسوا على علامة الجرس عشان بإذن الله هيوصلكم كل جديد عندي. شكرا يا تعمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.